كان بابا الله يرحمه عنده دايما الكونسبت بتاع الاستدامة، وانا اتعلمت منه الحتة دي. بابا الله يرحمه كان دايما الهدف بتاعه في الحياة ان الناس تتعلم تعليم كويس مهما يكلف، عشان تقدر بعد كده تواجه الحياة وتعين نفسك وتعين غيرك على الحياة. انا بشوف ان دور الاب او الراجل اللي بينفق على اسرته ده انفاق في سبيل الله. انت بتنفق على اولادك وعلى اهل بيتك عشان تعينهم على الحياة وعشان تقويهم على الحياة، يطلعوا يلاقوا شغل كويس، يطلعوا يلاقوا فلوس يكسبوها يقدروا يعيشوا بيها. انت بتديهم حياة بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ودي من اعظم الصدقات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم لاهلي. فانا بشوف ان اولى الناس بالانفاق في الاول الاهل. كان بابا الله يرحمه عنده دايما الكونسبت بتاع الاستدامة، وانا اتعلمت منه الحتة دي. كان دايما لما حد يجي يطلب منه مساعدة كان دايما يدور الشخص ده يشتغل ازاي ويكسب ازاي يلاقي فلوس كل شهر يقدر يعيش حياة كريمة بيها. لما كان حد من التجار الصغيرين بيعوز منه بضاعة يبدأ بيها ما كانش بيبخل أبدا، كان يديله بضاعة لحد ما يقوم المحل بتاعه. لما كان حد من التجار الصغيرين يعوز يخليه يكلم حد من التجار التانيين يضمنه ويديله بضاعة لحد ما يقوم شغله ويتاجر وينجح، كان بيعمل كده. لكن كان دايما الكونسبت بتاع الاستدامة هو اللي موجود، ان الشخص ده لازم يشتغل ويكمل في شغله ويكسب ويقدر يصرف على نفسه وعلى اهل بيته. كانت فكرة المساعدة عنده مش بالفلوس قد ما ان هي كانت بان الشخص اللي قدامه يستفيد بعمل يدر عليه دخل ثابت كل شهر. فكرة الاستدامة وان انت تكون حريص على ان انفاقك ما يكونش بس لسد جوع مؤقت، من اجمل الافكار اللي انت ممكن تعملها في حياتك وتاخد بيها ثواب عظيم. في تأهلية في قرية بطرة اتولد رجل الأعمال صلاح عطية. عاش حياة قاسية وسط الزراعة، وقرر في وقت من الأوقات إن هو عايز يعمل مشروع لتربية الدواجن، ولكن للظروف المالية السيئة ما كانتش الفلوس مكفية. قرر إن هو يشارك مجموعة من أصحابه ومحتاجين شريك آخر يدخل معاهم، ولكن هو قال لهم أنا لقيت الشريك. ربنا سبحانه وتعالى احنا هنخصص جزء من أرباحنا 10% لربنا سبحانه وتعالى هيطلعوا لله. بدأ الدكتور صلاح عطية بالشغل بالطريقة دي، كان كل شهر 10% من الأرباح تطلع. بالطريقة دي هو تاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى ضعيف له ماله أضعاف. اقسم بالله لو رأس المال بينقص بالصدقة ما كنا جينا لكم هنا ولا رحنا بلدكم ولا بلد غيركم. والله العظيم ما في حد فقير في شوني كان فقير زينا، ولا شال على الحمير زينا، ولا شتى الرز زينا، ولا جمع قطن بست ساق زينا، ولا اشتغل بالدودة وخد بالخرزانة وشال خرطوم الموتور زينا. اقسم بالله ما تصلح حالنا الا بعد ما وضعنا ايدينا في يد الله، بعد ما انفقنا عشر المال وبعدين زودناه 20% وبعدين 30% الى ان وصل الانفاق كله لله 100%. ربنا قال انت حتى تديني 100%؟ امال انا الله يديني بقى، انا كل واحد يدي على قده. انت بتقول 100%، خلي فلوسك معاك، خد بقى ملايين، خد بالجنيه الاف. قلت له ما ينفعش يا رب ما ينفعش، اذا دفعت في شوني 1000 ما ينفعش تديني 10 قصادهم في تجارتي وعرق وشغل. قال لي طب خد 20، اقول له ما ينفعش. قال طيب خد مفتاح من مفاتيح الخزاين واكتب انت عاوز حاجه افتح وخدها من خزايني انا الله. كان دايما عنده الكونسبت بتاع ان الفلوس اللي بتروح عند ربنا سبحانه وتعالى راجعه اضعاف مضاعفه. ما كانش بيخاف ابدا من الانفاق في سبيل الله عشان عارف ان هو رايح للمكان الصح. كان عنده الكونسبت بتاع الاستدامه. القريه بتاعته بعد ما الناس كلها اشتغلت وانتجت بقى فيها معاهد وجامعه ومراكز لتحفيظ القران الكريم ومراكز علاجيه خيريه. وكانت البدايه انفاق في سبيل الله ب10% من الارباح، مع نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى ونية الاستدامة اللي أنا بشوفها من أهم الحاجات في الإنفاق في سبيل الله. طبعا ده ما يمنعش إن أنت لما تشوف حد محتاج هتديله حاجة مؤقتة، طبعا وليك الأجر والثواب،
لكن دايما خلي عندك الكونسبت بتاع الانفاق في سبيل الله اللي يكمل معاك حتى بعد ما تموت. ايه هو العمل اللي انت هتعمله اللي يكمل معاك؟ انت هتساعد الانسان اللي قدامك ازاي بطريقه تضمن له حياه لقدام كريم؟ هتساعده ازاي تضمن له ان هو يشتغل شغل ثابت ياكل ويشرب منه هو واولاده؟ هتساعده ازاي بفكره مشروع حتى تديها له يعملها؟ تساعده ازاي بكلمه طيبه تشجعه على ان هو يكمل عمل؟ كل دي حاجات فيها الكونسبت بتاع الاستدامه. ربنا يا رب يتقبل منا جميعا ويجعلنا من اهل الانفاق في سبيل الله، ويضاعف يا رب اموالنا وحسناتنا. يا رب يكون الحلقه بتاعت النهارده عجبتكم. اشوفكم على خير.